الساعة 12 بالليل وزوجي العزيز قرة عيني تمام طلب مني كيكة. قلت له يا ابن الحلال ما ينفعش اعمل كيكة دلوقتي، هناكلها وننام. ما ينفعش ناكل كيكة ونضرب كيكة وننام. قال لي لا يهديك يرضيك يا حبيبي. قال له وانا مفيش طلب اطلبه منك وتعمله لي؟ ساب كل الحاجة اللي انا بعملها له ومسك في الكيكة اللي انا مادام ما عملتهالوش يبقى انا ما بعملش حاجة خالص. فتعالوا بينا نعمل له الكيكة، ودي ضريبة الجواز. مالنا مال الجواز، كنا قاعدين جايباها لينا لا كيكة ولا بتنجان. فقالوا نعملها له عشان يعني مش عارفة اقول ايه. غلينا اللبن النهارده هنعمل كيكة التايجر، فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي. جبنا بولة وهنجيب معانا بطين نفقشهم كده اهو زي ما انا نفسي افقشهم دلوقتي بالكيكة اللي طالبها مني. صبرنا يا رب. هننزل برشة فانيليا، دي فانيليا مش مخدرات ما تخافوش. وهننزل بكوباية لبن، هي كوباية لبن ونص كوباية لبن. يلا ما علينا، انا نسيت اصلا المكونات، ما فيش حد بيعمل كيكة الساعة 12 بالليل. وهننزل بنص كوباية زيت، نص كوباية زيت. ننزل بنص كوباية سكر، كفاية نص كوباية مش هتبقى كيكة 12 بالليل وكمان فيها سكر وهناكلها وننام. نزلي اخر صندوق في السكر، انت عارفة السكر ده بكام؟ هنزلي اخر صندوق فيه. كده حطينا بيض وحطينا فانيليا وحطينا الزيت وحطينا السكر وحطينا اللبن. ناسيين حاجه تانية؟ تهيألي لا. تعالوا نضربهم مع بعض. المضرب مش عايز يشتغل، الشعره اللي الكيكه مش عايزه تتعمل. يا ابني يديك يرضيك، انا نفسي مش عايزه اعملها والله، بس حكم على اشتغل او اشتغل. ما بعد خلاص ما عملت المكونات لازم هتتضرب. اخيرا مع النعناع فاضربي الكيكه ضربه مبرحه. يعني نفسي اعمل حاجات كتير قوي. اضربي جامد، طلعي الكبت اللي جواكي. بس كده انا بطلعها بقلب الكيك. بعد ما ضربنا السوائل كلها مع بعض ضربا مبرحا لحد ما كتفي وقف عليا من كتر ما انا بضرب بقى بضمير وانا بطلع الكبت اللي جوايا. هننزل عليها بكوبايتين دقيق. حقوني كنت هحط نشا مكان الدقيق. عامة هنزل بأول كوباية. قبل ما يسمعني وانا بقول نشا يقول لي اعملي لي مهلبية كمان بالمرة. ما هو باقي اللبن بقى لازم نعمل بقى اي حاجة. ادي اول كوباية، تاني كوباية. بسم الله. طبعا انا نخلتهم يعني نخلا جيدا. ومعانا كيس كيك شيف، انا بحب اوي كيك شيف في الكيكه يعني بصراحه بينفشها وبيخليها حلوه اوي. هننزل عليها بكيس كيك شيف. تمام. طبعا نضربه ضربا مبرحا اخر. بعد ما ضربناه ضربا مبرحا خلينا كل الخليط يختلط ببعضه. هنقسم دلوقتي الخلطه دي او الكيكه اللي احنا عملناها نقسمها على نصين. تعالوا اوريكم ازاي. انت اهوت الخليط اخدت نصه هنا او انا من نص حاجه بسيطه، والنص التاني بقى هنزل عليه بكاكاو. كاكاو خام عادي جدا. بسم الله. هنزل بقى عليه الكاكاو ده وهضربه وارجع لكم تاني. بطنها هنجيب بقى دلوقتي صينيه وهوريكم انا هحط ازاي. جبت بقى صينيه مربعه وهدهنها بنقطه زيت كده، انزل عليها بنقطه زيت. تمام. وشويه دقيق عشان الكيكه متلزقش معايا، عشان انا عاملاها في صينيه الومنيوم. عشان تشوفوا انا هرصها ازاي. بصوا انا هجيب كبشه واحط فيها اول واحده تبقى بالشوكولاته بالطريقه دي. تمام كده ماشي. هي نضيفه اقوم حاطه فيها كده ومنزله عليها الشوكولاته. ما تخافوش، شوفوا هتبقى في الاخر هتبقى عامله ازاي. انا هكرر نفس الخطوات دي لحد ما الخليط كله يخلص. زي ما قلت لكم انا هفضل استمر بالخطوات ديت لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. ان شاء الله تطلع حلوه ان شاء الله، عشان ما يفرحش فينا. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا اتحكم عليكم تعملوا ايه الساعه 12 بالليل وعملتوها. خلونا نشكي همومنا لبعض. بعد ما خلصتها قمت عملت فيها تشبيحات كده عشوائيه بالخله. شايفين الجمال؟ والله اني فنانه. حطها بقى في الفرن على درجه حراره 180. نكون مسخنين الفرن قبلها وتبشروا عليها وتخلوا بالكم منها ما تفتحوش قبل 25 دقيقه.
عشان ما تهبطش منكم. وتخلوا بالكم بقى من كل واحده على حسب الفرن بتاعها، ساعات واحده فرنها حامي، ساعات واحده فرنها هادي، عشان ما تتحرقش منكم. مسمينها كيكه التايجر ليه؟ عشان زي ما انتوا شايفين كده هي مشبهه زي الحمار الوحشي او زي التايجر، فعشان كده مسمينها التايجر. باقي اللبن هنعمل بقى ايه؟ انتوا ممكن تقولوا لنا سيبوا اللبن وشويه كاكاو ونشرب بقى لبن بكاكاو مع الكيكه. لا بس مش هيبقى لبن وكيكه كده كتير، هنشرب شاي معاه عشان يبقى الموضوع اخف. فبقيت اللبن بعد ما برد حطيت عليه بقيه الكاكاو، وهنزل عليه ب3 معالق نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل الخطوه دي بما انه بارد، لكن لو مش بارد دوبوا النشا في شويه ميه قبل ما تحطوها في اللبن، ونقلب كده اهو عشان ما يبقاش في اي تكتلات قبل ما نرفعها على النار. اهو ده النشا اللي كنت حاطه مكان الدقيق. نروح نبدأ وهتحطوا بقى السكر بتاعكم على حسب رغبتكم. فكده استفدنا ان احنا عملنا حلو النهارده وبكره، عشان ما يرجعش يقول لنا بكره انا عايز حاجه حلوه. احنا كده عملنا مره واحده. تعرفوا لولا المصرف اللي هو يطلعهولي كنت عملت الكيكه ديت ولا عملت له اي حاجه حلوه. بس يلا لازم نرشيه. دوق نكون قلنا لنا رايك. حلوه حلوه ولا ايه؟ ايه الرياكشن بتاعك ده؟ حاسس باكل عيش محروق. مش عارف كله تحس عليك يا زيكو. ينفع مين؟ ما هزرش والله، قول بجد. تسلم ايدك كمان. تسلم. كمان على فكرة هي مش معمولة بنية، مش معمولة بنية، مش بصفايا النية. ما انا حاسس كده برضه. ما انا حاسس خلاص ده علمك اللي معاك الشحن. باكل عيش محروق. ايه دي؟ على فكرة انت بتتهزر اه؟ لا. لو كده كنتش كملتها، انا عارفاك، انا اللي مربياك. ماشي يا زيكو، شكرا.